السلام عليكم متابعينا الكرام، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. راح نشارك معاكم اليوم وش طيبت للعشاء. احنا نقولوا المقلي، أكلة صيفية هكذا على السريع. ما دخلتش بكري الكوزينة، هذا حلي. نجيبوا طماطم نقطعوها، نديروا شوية زيت زيتون ولا زيت العادي، اللي ما يحبش زيت زيتون كان اللي ما يحبوش يدير زيت العادي. هنا راح ندير كمية من زيت زيتون، وراح نجيبو حبة ثوم ونقطعوها لرونديل ونقلوها شوية في ديك الزيت باش تطلق هذيك البنة. انا نحب الثوم نديرها في الاول باش ما تجيش قاصحة والجوجي روعة. نحط الطماطم تاعي تتقلى هي الاولى. كان عندي زهر البارح، كنت عجنت الخبز دوبل، يعني اليوم مانيش راح نشقى نعاود نعجن الخبز خطاش ديجا قلت لكم راني روطار. يبادوك راح نطيب جست نطيب المقلي واني واجده. نضيف شوية ملح للطماطم، نقليها ونخليها تقلي. راح نجيبو حبات بطاطا ونقطعوهم كاريات ونقليهم في الزيت. هنا نجرب الزيت نشوفها حمات ولا لا. ملح البطاطا تاعي ونحطها تقلي. بعد ما نقلو البطاطا راح نروح نقطع الباذنجان، قشرها ونقطعها ونحطها تقلي. بينصر ملحتها. هذه الباذنجان طاب والبطاطا طابت. هنا الطرشي راح نثقبها هكا بالموس هكذا باش كي نلوحوها في الزيت ما يطيرش علينا. وهكذا راهي الطرشي تاعنا راهي تتقلى. نقلبها ما نغفلش عليها باش ما تحرقش. ونروحوا نرجعوا للطماطم تاعنا بعد لا طابت ونضيف لها هذيك البطاطا وهذاك شويه تاع الباذنجان. ما لحتش كل كميه، حبيت نزيدها هكا مع الطراف. كاين اللي يحب البطاطا وحدها، سيرتو ولادي يبغوا يذوقوا البطاطا وحدها، بس ما خليت كميه راح نضيفها فقط في الطبق. خلطهم كل مليح ونروح نحطها في الطبق. توت سويت رابيد. زدت شوية فرomاج رابي. وهذه كانت الوصفة تاعنا النهار اليوم. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.